أتذكر ما الذي حدث لليمن خلال 9 سنوات من المعارك ومن الغارات والطيران من قبل المملكة العربية السعودية. وأتذكر الآن يعني خلال ذيك الفترة 9 سنوات، بالله عليك اكتب لي بالتعليقات، هل رأيت مواطن واحد مثلا من الشمال دعس على العلم السعودي مثلا؟ دعس العلم السعودي مثلا، ضرب المثل، أحرق العملة السعودية مثلا، يخرج الفلوس مثلا السعودي هل رأيت مثلا في الشمال من يحرق العلم السعودي مثلا خلال 9 سنوات؟ يا جماعة الخير، فينا من الفطرة، فينا احنا يعني في مثل ما أشوف أنا صنعاء وأنا منهم، فينا فطرة، يعني فينا أنفة، أو فينا رجولة مختلفة على كل الأوطان. داخل عدن بمجرد ما انقصفت السعودية، حتى ما قصفت المواطنين، لم تقصف المواطنين، قصفت معدات عسكرية معروفة، يعني أنتم عارفين بالمعركة التي دارت ما بين السعودية مثلا والإمارات، وأدرع الإمارات في الانتقال. لم نرى ولا شيء من النجاسة إلا وعملوا، يعني إحراق العلم، إحراق العملة، إحراق الدعس على العلم مكتوب فيه لا إله إلا الله محمد رسول الله، يعني على الأقل ما احترموش هذا. شوفوا كيف يدعس على العلم فيه لا إله إلا الله محمد رسول الله، ما عاد احترموش الذات الإلهي، يدوسوا عليها ولا همهم شيء. نحن مثلا في الشمال خلال 9 سنوات إذا غضبنا انطلقنا المعارك، غضب الشعب انطلق إلى المعارك. ذكروني الجنوبيين، ذكروني بواحد ضربه راعي، كان راعي غنم، واحد راعي غنم ضرب واحد ضرب مبرح قدام الناس، بعدين قالوا له ها ضربك ضرب هذا بكله، قال لكن أنا ما سكتلوش، أنا زبطت المعزة حقه، يعني انتقم بإيش؟ بالمعزة، زبط المعزة. وهذا بإيش ينتقموا؟ ينتقموا بإحراق العلم. يا ستار الله على بطولة، بطل. ماذا فعلت؟ قال دعست على العلم، والله دعسنا العلم، دعسنا العلم السعودي. يا ستار والبطولة، انت اوكي، دعست لا إله إلا الله محمد رسول الله. تعرفوا الذي يقول يا أخي حارب بشرف، هنا هو الشرف. ولما يكون رجال ينطح رجال، ما يكون فيها من النذالة مثل إحراق. حتى ما قد شفناش مثلا السعوديين هكذا داسوا على العلم اليمني حقيقة، ولا السبل حق الإمارات. بغض النظر، بس الواحد يشوف يميز معه عقل، يفكر ليش ولا شيء من الأعمال الرديئة إلا وفعلوه. هل سمعتونا نسب الشعب السعودي مثلا في الشمال؟ هل شفتونا نسب مثلا نسب عار ابن سلمان ولا لا؟ هذا بيسبوا من طرف، نحن نعتبر مهما صارت نعتبر عداوة ما بيننا نحن، لكن راس براس ما نوصل عند ما أدري كيف أعبر. عليكم أنتم تعبروا في التعليقات.